إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. قص الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام قصصا في القرآن ليس للتسلية، وإنما للعبرة والعظة ومعالجة الواقع الذي يراه النبي عليه الصلاة والسلام كحال من سبقه من الأنبياء الكرام عليهم جميعا الصلاة والسلام. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فجاءت قصص القرآن من حال الأنبياء السابقين لتثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وللعبرة والعظة حتى يأخذها من بعد ذلك الدعاة والعلماء إلى الله تبارك وتعالى فيعالجون بها واقعهم كما عالج هؤلاء الأنبياء واقعهم. من هذه القصص التي قصها الله تبارك وتعالى علينا قصة موسى عليه السلام، الذي عالج قومه أيما معالجة، وكان واقعه يشبه كثيرا واقع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن موسى عليه السلام لما قابله النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج قال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أمرك ربك؟ فبين له أنه أمره ب50 صلاة. فقال موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك فإني قد خبرت الناس قبلك والناس لا يطيقون ذلك. والقصة معروفة أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى ربه مرارا حتى خففت الصلاة من 50 إلى 5، ومع ذلك يقول موسى عليه السلام: ارجع إلى ربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني استحييت من ربي. فقال الله عز وجل: 5 في العمل و50 في الأجر. فموسى عليه السلام عالج قومه أيما معالجة، وحدثت وقائع كثيرة تشبه الواقع الذي عالجه النبي عليه الصلاة والسلام. فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم مما قد وقع من موسى مع قومه ليعالج به قومه عليه الصلاة والسلام. موسى عليه السلام قصته في القرآن منثورة في كثير من السور. يقول
يقول الله عز وجل في سورة منها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. كان فرعون قد رأى رؤيا أن عرشه سيهدم على يد صبي أو طفل صغير سيولد من قومه، فاستشار قومه فرجع الأمر إلى أنه سيقتل كل وليد يولد لأنه يخاف على عرشه من ذلك. نصحه أحد وزرائه أو أحد بطانته أنك لو فعلت ذلك لا توجد ذرية بعد ذلك وسينقطع النسل ولا تجد من يخدمك ولا تجد من يفعل ذلك وذلك. فاستشار الأمر فوقع الأمر على أنه يقتل سنة الذكور ويتركهم سنة. وكانت له أعين يعرفون بها أن هذه المرأة حامل وأن هذه ستلد في الوقت الفلاني، فكانوا يذهبون إليها في بيتها ويأخذون وليدها ويقتلونه. كان يقتل الولدان ويستبقي النساء. أم موسى عليه السلام حملت بهارون، وكان في السنة التي لم يقتل فيها فرعون أحدا. ثم في السنة التي بعدها حملت بموسى عليه السلام، وكان في السنة التي سيقتل فيها الفرعون الذكور الذين سيولدون. فاضطربت أم موسى اضطرابا شديدا، ماذا ستفعل مع ولدها؟ فأوحى الله عز وجل إليها وبث في روعها هذا الذي ذكرنا في قوله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. أم موسى أمة من إماء الله عز وجل، لم يذكر الله سبحانه وتعالى اسمها في القرآن، ولكن لشرفها ولاستجابتها لأمر الله سبحانه وتعالى شرفها الله عز وجل بأن ذكرها بصفتها هذه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. من أم موسى هذه؟ أمة من إماء الله عز وجل، استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى فكان لها هذا الشرف. وكل من استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى يرفعه الله عز وجل، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله عز وجل لا يضيع أولياءه أبدا، والله عز وجل ينصر أولياءه ولو بعد حين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله الذي يدافع عن أوليائه عز وجل. فرفع هذه الأمة باستجابتها لأمر الله تبارك وتعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه. السياق كان يقتضي أن يقول: فإذا خفت عليه فحرزيه في صندوق أو حرزيه في مكان إذا خفت عليه، ولكن العجب أن الله قال: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فجاءت أوامر ونواهي وبشريات في هذه الآية. فألقيه في اليم، هذا أول أمر. ولا تخافي ولا تحزني، نهيين. إنا رادوه إليك، هذه البشرى الأولى، وجاعلوه من المرسلين، هذه البشرى الثانية. وكان هذا الأمر باستجابتها لأمر الله تبارك وتعالى. فلما خافت عليه ألقته فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فلما ألقاه اليم ناحية قصر الفرعون أخذه الجنود وذهبوا به، فأخذته امرأة فرعون ونظرت إليه، فألقى الله عز وجل محبة موسى في قلب امرأة الفرعون، لأن الله عز وجل قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. لم يرى أحد موسى عليه السلام إلا وأحبه، وألقيت محبته في قلبه. فلما رأته امرأة فرعون
وقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، وكان قرة عين لها ليس له، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لما أخذوه أصبح فؤاد أم موسى فارغا، فقدت ولدها وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ومن كثرة شوقها إليه إن كادت لتبدي به، كانت ستتكلم، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب. ومن رحمة الله عز وجل وإن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، وحرمنا عليه المراضع من قبل. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب. وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. حرم الله عز وجل عليه كل مرضعة إذا أرادت أن تلقمه ثديها لم يلتقمه عليه الصلاة والسلام، إلى أن دلت أخته على أمه أنها سترضعه، فأرادوا أن يأتوا بها إلى القصر، فقالت إن لي أولادا وزوجا سآخذه وأربيه عندي. فرجع موسى إلى أمه عليه الصلاة والسلام، وتحققت البشرى الأولى إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذه البشرى الثانية التي ستأتي. ولما شب موسى عليه السلام رجع إلى قصر الفرعون وتربى في قصر الفرعون، ويرى حال فرعون في كل أحواله، في غضبه وفي رضاه، في استيقاظه وفي منامه، فعلم حال فرعون لأنه سيكون إليه رسولا بعد ذلك. ولما شب موسى عليه السلام وكان يتجول في مصر، ذكر الله عز وجل تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام ماذا فعل عندما أراد أن يتجول في مصر. قال عز وجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. والمدينة هنا هي عاصمة مصر آنذاك، كانت عين شمس أو كانت أي مكان، المهم أنه دخل هذه المدينة. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، في وقت الظهيرة أو في وقت العصر عندما كان الناس نائمون. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. هذا من شيعته. هل أصبح لموسى شيعة في هذه البلد؟ نعم، أصبح لموسى شيعة في بلده، أصبح لموسى طائفة، أصبح لموسى بعض القوم الذين يقتنعون برسالته، الذين يقتنعون بدعوته، مع أنه في قصر الفرعون وفي بلد الفرعون، ومع ذلك لم تقف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الدعوة الفردية بأن يكلم واحدا واحدا، يكلم هذا ويبين له رسالته، ويكلم هذا ويبين له هدفه، ويكلم هذا ويبين له آيات ومعجزات وغير ذلك، حتى تكونت لديه شيعة. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال له الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، حتى تتكون له شيعة، حتى تكون له طائفة يتحرك بها في الدعوة إلى الله عز وجل. فأول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام خديجة زوجته من النساء، وأول من آمن به من الرجال صديقه وصديق عمره أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه الطائفة التي تكونت. ثم علي ابن عمه كان من الشبان، وزيد بن حارثة من الموالي، فتكونت لدى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة، مع أنه كان في وسط مجتمع كافر يعج بعبادة الأصنام وبكل الموبقات التي كانت موجودة آنذاك. ولكن الداعية إلى الله تبارك وتعالى مهما كان في مجتمع مملوء
بهذه الموبقات فإن له هدفا واضحا، أنه يعبد الأرض لله تبارك وتعالى، أنه يعبد الناس لله عز وجل، ولو لم يستجب معه إلا واحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن النبي يأتي ومعه الرهيط ومعه الرهط ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد، يقول عز وجل: إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك إلا أن تبلغ هذه الدعوة، أما النتائج فهذه عند الله تبارك وتعالى. لم يطالب أحد من الأنبياء بالنتيجة، وإنما عليه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الذي فعله موسى عليه السلام، تكونت له شيعة وطائفة من أخص من كان مع فرعون، ولم يخش في الله لومة لائم، لم يتوقف أمره لأن الطاغية الفرعون موجودا في هذه البلد، لم تتوقف دعوته بحجة أن فرعون قاهر للناس، بل كان يدعو أخص من كان مع فرعون في قصره، فتكونت له شيعة ممن كان مع فرعون وغيره. ولما دخل المدينة وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، هذا من القوم والطائفة التي تكونت معه، والشيعة التي تنسب إلى فرعون لأنه تربى في قصر الفرعون. فاستغاث هذا الذي رآه موسى وكأنه يضرب أو يظلم، استغاث بموسى، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وتأمل هذه اللفظة: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، مع أنهم موجودون في بلدة واحدة، ولكن قضية الولاء والبراء، وأن أعداء الله عز وجل الذين يخالفون الدين هم أعداء لنا ولو كانوا يعيشون معنا في أرض واحدة، لكننا مأمورون بالمعاملة الحسنة وعدم الجور، ومأمورون بالبر والقسط معهم. لكن هذه قضية اعتقاد، أنهم طالما أعداء الله عز وجل فهم أعداء لنا. لذلك يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لله، أولياء من دون الله. فأعداء الله هم أعداؤنا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وأعداء الله عز وجل هم الذين ليسوا على دين الإسلام وليسوا متبعين الله تبارك وتعالى. هذا في باب الاعتقاد. أما في باب المعاملة فالله عز وجل نهانا عن أن نظلمهم أو أن نعتدي عليهم. قال الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والقسط نحن مأمورون به، الذي أمرنا أن نبر هؤلاء ولا نظلمهم ولا نجور عليهم، وهذا في باب المعاملة. أما في باب الاعتقاد فتعتقد أن هؤلاء أعداء لك لأنهم أعداء لله عز وجل. فقال عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأن هذا الذي من عدوه كان إسرائيليا. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وهذه حالة ظالم ومظلوم. فأراد موسى عليه السلام أن يرد الظالم عن ظلمه، ولكن موسى عليه السلام قد حباه الله عز وجل بقوة عظيمة. ولذلك تأمل قول الله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وفي قصة يوسف عليه السلام قال عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه. فزاد هنا في قصة موسى: ولما بلغ أشده واستوى، ولم يزدها في قصة يوسف عليه السلام. هناك فرق بلا شك. الفرق أن موسى عليه السلام كان قد اكتملت قوته وبنيانه، فكان قويا شديدا عليه السلام. فلما رأى هذا الظالم
يغير على رجل مظلوم، فذهب موسى عليه السلام وأراد أن يفض النزاع، فضرب هذا الرجل ضربة بيده حتى يفض النزاع بينهما، فكانت هذه الضربة قتل لهذا الرجل، ولم يقصد موسى ذلك عليه السلام، فوكزه موسى فقضى عليه. مجرد هذه الوكزة قضت على هذا الرجل، حتى إن موسى عليه السلام عندما يأتي الناس يوم القيامة ويذهبون إلى الأنبياء واحدا واحدا حتى يخفف الله عز وجل عنهم هذا الموقف، فيحيل كل نبي على نبي آخر ويذكر خطيئة. فمما ذكر موسى عليه السلام أنه قتل هذا الرجل الإسرائيلي. هذه الخطيئة الوحيدة التي يذكرها موسى عليه السلام، مع أنها وقعت خطأ، ولكنها كانت تسبب له أرقا كبيرا، لأن منزلة الأنبياء عالية، فلذلك ذكر هذه الخطيئة، فوكزه موسى فقضى عليه، مع أنه كان يدفع عن المظلوم ويرد الظالم ولم يقصد قتل هذا الرجل. ماذا قال موسى عليه السلام لما وجد الرجل قد مات؟ قال هذا من عمل الشيطان، مع أن هذا، تأمل، هذا الرجل الإسرائيلي رجل كافر، رجل عدو، رجل ظالم، رجل باغي، كل هذه الصفات كانت متوفرة في هذا الرجل الإسرائيلي، ومع ذلك قال موسى عليه السلام قال هذا من عمل الشيطان. آية عجيبة، من عمل الشيطان، مع أنه قتل رجلا كافرا، مع أنه قتل رجلا ظالما، مع أنه قتل رجلا باغيا، ويكون هذا من عمل الشيطان. نعم، هذا من عمل الشيطان. لماذا؟ لأنه سيترتب عليه مفاسد عظيمة. سيترتب على هذا القتيل أن تؤد الدعوة في مهدها، سيترتب على هذا الرجل، على قتل هذا الرجل، أن ينفى موسى عليه السلام من أرضه التي يعالج فيها قومه، أن ينفى موسى عليه السلام من الأرض التي يدعو فيها إلى الله تبارك وتعالى، أو ربما يقتل أو ربما يسجن، فتتوقف الدعوة آنذاك. فلذلك قال موسى عليه السلام هذا الكلام. فمراعاة المصلحة والمفسدة معروفة عند الأنبياء قبلا. قال هذا من عمل الشيطان، هذا إذا كان مع رجل كافر، فما بالك مع رجل مسلم إذا كان ظالما أو إذا كان متعديا أو إذا كان باغيا؟ ماذا سيترتب على قتله أو اغتياله أو غير ذلك؟ هل سيترتب عليه مصلحة للأمة؟ لا يترتب مصلحة على ذلك. يقول موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. يركز على عداوة الشيطان الظاهرة، إنه عدو. الشيطان عدو للإنسان. الشيطان لما أخرجه الله من الجنة وحكم عليه بالخلود في النار، أراد أن يجعل الإنسان مثله في النار، وأقسم لله تبارك وتعالى بذلك لأقعدن لهم صراطك المستقيم فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم بعزة الله عز وجل أن يضل الإنسان عن الطريق المستقيم. فلذلك تنبه موسى عليه السلام لذلك، وأن هذا الذي ويقع بسببه فسادا وتضييعا للحقوق وتضييعا للمصالح وتضييعا للدعوات، قال إنه عدو مضل مبين. وكان يستطيع أن يكتفي بهذه اللفظة إنه عدو مضل، ولكن قال مبين لأن عداوته ظاهرة، عداوته ليست بينة. وكان يكفي في ذكر العداوة أن يتخذ الإنسان من هذا العدو واقيا منه، ومع ذلك ذكر العداوة الظاهرة البينة حتى يحتاط الإنسان من عمل الشيطان ومن أمر الشيطان. إنه عدو مضل مبين.
لما فعل موسى ذلك وأصبح في المدينة خائفا يترقب من جراء هذه الفعلة، مع أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن موسى قتل من قتل خطأ، كان هذا خطأ من موسى، لم يتعمد ذلك ولم يقصد ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وقبل ذلك يقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالخطأ مرفوع، ومع ذلك لعلو قدر موسى عليه السلام وعلو منزلته عد هذا الخطأ ذنبا مع أنه لم يكن ذنبا، ولكن لما سيترتب عليه مما ذكرنا. وأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائف من جراء هذه الفعلة، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. في اليوم التالي يمر موسى في الطرقات خائفا، فوجد هذا الرجل الإسرائيلي مرة أخرى يتعارك ويتشاجر مع رجل آخر، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. فتعجب موسى من حال هذا الرجل، قال له موسى كما حكى الله عز وجل قال إنك لغوي مبين، أنت الذي تأتي بهذه المشاكل، أنت الذي تتشاجر مع هؤلاء فتأتي بالمفاسد العظيمة، فمن فعل هذه الأفعال وظل على مثل هذا الأمر يقال له أنك من أهل الغواية، إنك لغوي مبين. لماذا قال له هذا الكلام؟ لأنه سيأتي بمفاسد عظيمة، هو الذي يجر هذه المشاكل على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كان خير له أن يجلس ويستمع إلى الدعوة ويستمع إلى الآيات ويعالج الواقع بدلا من أن يتشاجر وهو ليس ممكنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال الله عز وجل فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. موسى عليه السلام يكون جبارا في الأرض، هذا حال أهل الغواية لأنهم جهلاء. فقال لموسى إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. كان بالأمس يدفع عنك الظلم، واليوم يريد أن يدفع عنك الظلم، لكن لما وقع في قلبك غير ذلك تتهمه بهذه الاتهامات أنه جبار وأنه ليس من المصلحين بل من المفسدين. هذا حال أهل الغواية، ولذلك قال له موسى إنك لغوي مبين. ذكرنا أن موسى عليه السلام كان يهتم بأمر الدعوة حتى لمن كان قريبا من فرعون. لما انتشر الخبر أن موسى هو الذي قتل خطأ هذا الرجل قال عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. من هذا الرجل الذي جاء ناصحا لموسى عليه السلام؟ جاء من أقصى المدينة من عند فرعون يسعى، وسماه الله عز وجل رجلا لأنه لا يقوم بهذه المواقف إلا الرجال. الناس منقسمون إلى ذكور وإناث، أما الرجال في هذه الأمة قليل، ووصفهم الله عز وجل بهذا الوصف العظيم، وصف الرجولة في مواطن عدة، المواطن التي فيها طاعة ونصرة للدين ودعوة إلى الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وفي السورة الأخرى في مؤمن آل ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى
قدم هنا في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة، وأخر لفظة الرجل في مؤمن آل ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل، لأن السياق يقتضي تقديم ذلك، لأن الأمر في سورة القصص خطير سيؤدي إلى وأد الدعوة إلى الله عز وجل، لأن بموت موسى تؤدي الدعوة، بموت موسى تقف الدعوة، فكان السياق يقتضي تقديم الرجولة على بقية السياق. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. من هذا الرجل؟ هذا الرجل الذي ذهب ليخبر الفرعون بمن قتل، ذهب إليه وأخبره في وسط ملئه، في وسط حاشيته وبطانته. فلما أخبره قام رجل من وسط هذا الملأ ليخبر موسى بأن الملأ يأتمرون به ليقتلوه. إذن هذا الرجل المؤمن الذي كان يخفي إيمانه كان من بطانة فرعون، وهذا من دعوة موسى عليه السلام. إذن دعوة موسى عليه السلام أثرت ووصلت إلى داخل القصر من بطانة فرعون، وهكذا الدعوة إلى الله عز وجل تصل إلى الآفاق. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما دعوا إلى الله تبارك وتعالى فتحوا الدنيا بأسرها، ووصلت دعوتهم إلى أقصى بلاد الأرض، مع أنه لم يوجد مثل الآن إنترنت، ولم توجد كتب، ولم توجد مطبوعات، ولم توجد رسائل واسطوانات وغير ذلك من أدوات العصر الحديث، ومع ذلك وصلت دعوتهم إلى أقصى بلاد الأرض. هكذا الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وكان في صحراء جرداء، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أين سيؤذن إبراهيم عليه السلام؟ هل يسمعه أحد؟ لا يوجد أحد في هذه الصحراء، ومع ذلك استجاب لأمر الله عز وجل، فوصلت الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها، لأن الداعية عليه أن يفعل ذلك ولا يكلف بالنتائج. فوصلت الدعوة إلى داخل قصر الفرعون، وآمن رجال من بطانة فرعون بدعوة موسى عليه السلام، حتى لا يستهين أحد بقوة الدعوة. هذه تسمى القوة الناعمة. الدعوة إلى الله عز وجل تؤثر في الناس بالحجج والبينات. ولذلك في ذات هذه السورة لما اشتد أمر موسى عليه السلام أمره الله أن يذهب إلى فرعون مرة أخرى، فقال عز وجل بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فالغلبة لمن كان معه الآيات والبينات والحجج والبراهين. ليست الغلبة برفع السلاح ولا بقتل الناس ولا بتكفيرهم ولا تخوينهم، إنما الغلبة بالآيات والحجج والبراهين، هذه التي تؤثر في قلوب الناس. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فلما لم يجد موسى بدا وأن الدعوة إلى الله عز وجل لا تصلح في هذه الأرض، لأنه لو بقى في الأرض ستموت الدعوة تماما، فغير موسى موقعه. وصاحب الاعتقاد لا يغير عقيدته، إنما يغير موقعه، كالقائد في الحرب لا يغير هدفه ولكن يغير مواقعه. هكذا الداعية إلى الله عز وجل لا يغير اعتقاده ولا أهدافه، وإنما يغير مواقعه حتى يؤثر بهذه الأهداف وهذه الدعوة في أي واقع كان. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام لما عالج أهل مكة وحاربوه وضربوه عليه الصلاة والسلام ولم يستجيبوا له. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يدعوهم علهم يستجيبون. فالقائد يغير موقعه ويذهب إلى الناس هنا وهناك يدعوهم إلى الله عز وجل، لكن عقيدته ثابتة وهدفه ثابت. هذا الذي فعله موسى عليه السلام، خرج من هذه الأرض.
فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. فخرج وذهب إلى مدين إلى فلسطين، وظل يركض موسى عليه السلام من الخوف، وظل يركض ويركض ويركض 8 أيام إلى أن دخل فلسطين إلى أرض مدين. ولما ورد ماء مدين قال وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. وجد أن امرأتان موجودتان في وسط هؤلاء الرجال الذين يسقون الأنعام من الأغنام والبقر وغيرها، ومع أنه في بلد غير بلده، لكن لم تذهب عقيدته ولم يذهب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. قال ما خطبكما؟ ما هذه المصيبة التي ارتكبتمونها؟ تخرجون مختلطين في وسط الرجال؟ ما هذا الذي يحدث؟ هذا أمر جلل، هذا أمر عجيب. قال ما خطبكما؟ فاعتذرت هاتين المرأتين اعتذارا لأنهم يعلمون أن ذلك خطأ، ولكن الضرورة التي أدت إلى ذلك. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، نحن نكون في جانب حتى ينتهي الرعاء من سقيهم، ثم نذهب إلى البئر فنسقي أغنامنا. وعللت ذلك وأبونا شيخ كبير، فلم يوجد أحد غيرنا يفعل ذلك، سنموت من الجوع والطعام وستموت الأغنام إن لم نفعل ذلك، وأبونا شيخ كبير. فلم يتكلم موسى عليه السلام معهما طويلا، لأن الكلام مع الأجنبيات له حدود ويقدر بالحاجة والضرورة. فلم يتكلم، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، ولم يقل لهما شيئا غير أنه سقى لهما، وهذا من المروءة ومن شيم الكرم الذي كان عند موسى عليه السلام. ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لم يقل إني أستحق هذا الأمر أو أستحق كذا وكذا وكذا فأنزله لي يا رب، ولكن قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ونكر الخير هنا فإنه لم يشترط على ربه شيئا، ولكن قال أي خير يا رب، إني فقير لما تمن به علي من خير. وهذا يجب أن يكون حال العبد مع ربه عز وجل، أن يكون قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما تعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى واكتمل توكله على الله عز وجل جاء الفرج مباشرة. فجاءته إحداهما، فاء التعقيب التي تدل على سرعة رد الفعل، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. المرأة الكريمة المستحية التي لم تتبرج ولم تظهر مفاتنها تمشي، لم يقل الله عز وجل في استحياء، وإنما قال تمشي على استحياء، وكأنها فوق الحياء بمراحل. والحياء لا يأتي إلا بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحياء من الإيمان، إذا ذهب الحياء تبعه الإيمان، فالحياء والإيمان مقترنان، إذا ذهب أحدهما تبعه الآخر. قالت، وتأمل هذه الألفاظ التي قالتها المرأة حتى تعلم كيف يكون حوار المرأة مع الرجل أو الرجل مع المرأة. قالت المرأة كلمات لو أردت أن تزيل منها لفظة لا يكتمل السياق، فهي تكلمت على قدر الضرورة تماما. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وقالت لم تقل له تعال معي حتى نعطيك الأجر، وقالت إن أبي، فأنا لم أتي من قبل نفسي، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لو أردت أن تزيل لفظة من هذه الكلمات لم يكتمل السياق ولم تعرف سياق الكلام.
فتكلمت على قدر الضرورة. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت إن استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. ظهرت مكارم وأخلاق موسى عليه السلام فنضحت على هاتين البنتين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. كيف عرفت أنه قوي أمين؟ لأن القوة والأمانة تقتضي المحافظة على الأمانة وعدم التعدي على الحرمات والأعراض. فلما لم يتعدى موسى عليهما ومشى أمام البنت حتى لا تظهر عورتها وقال لها إن أردت أن أدور يمينا أو شمالا فاقذفيني بحجر ناحية الطريق التي تريدين، فعلمت أنه أمين. وكل أجير إذا تحققت فيه هاتين الصفتين تحقق الكسب والربح على يديه، أن يكون قويا أمينا. ولذلك الأجراء عند اختيارهم نتوسم فيهم هاتين الصفتين القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. ولم يكن هذا الرجل هو شعيب كما يقول البعض، بل كان رجلا صالحا لم يكن شعيبا عليه السلام. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. ده كان المهر لأحد البنتين، لإحدى البنتين. فإن أتممت 10 فمن عندك ولا أريد أن أشق عليك. وأتم موسى عليه السلام 10 سنوات كما يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. انظر التحول من موسى عليه السلام، ظل 10 سنوات يرعى الغنم. وما من نبي من الأنبياء إلا ورعي الغنم. لماذا رعي الغنم؟ لأن رعي الغنم يورث صاحبه الصبر والرفق واللين، وهذه صفات يجب أن تكون في الداعية إلى الله تبارك وتعالى. فما من نبي إلا ورعي الغنم، لأن الأغنام إذا سارت في الطريق كل غنمة تسير وحدها هكذا، فتريد من يعالجها أن تأتي على الطريق هكذا ويأتي بها على الطريق هكذا، ربما تضرب، ربما تقتل، ربما تؤكل، فيظل صاحب الغنم يسير وراءها يعالجها هنا وهناك فيتحمل الصبر، غير رعي الجمال، فإن رعي الجمال يورث الكبر والعجب. فرعى موسى عليه السلام الغنم 10 سنوات حتى يؤهله الله عز وجل ويرزقه صبرا على ما سيلاقيه في دعوة فرعون عندما يرجع إليه. فإن الداعية إلى الله عز وجل إن لم يتحلى بالصبر والرفق واللين ضاعت دعوته. فلذلك أهل الله عز وجل موسى عليه السلام بأن جعله يرعى الأغنام 10 سنوات حتى يتحلى بهذه الصفات، لأنه سيذهب ويعالج أعتى أهل الأرض، الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، الذي معه السحرة ومعه القوة والجبروت والسلطان. فيجب أن يتحلى برفق في دعوته ولين في كلامه وصبر على ما يلقاه من أذى، سواء أذى في الكلمات أو أذى في الأفعال أو على جوارحه، لابد أن يصبر على ذلك. ولذلك يقول عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تعلموا العلم وهضموه وعملوا الصالحات ثم عملوا به وتواصوا بالحق، دعوا إلى الله عز وجل بينهم بهذا الحق الذي تعلموه وعملوا به، وتواصوا بالصبر، صبر على أقدار الله المؤلمة التي تنالهم جراء دعوتهم ونهيهم
عن المنكر وأمرهم بالمعروف فلا بد أن يصبروا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من تحمل الأذى الذي يصيب الداعية إلى الله عز وجل جراء دعوته ذلك، لأن الجنة أمرها كبير، ولا بد أن يشمر لها عن ساعد الجد، ولا بد أن يكون الجميع داعية إلى الله عز وجل كل فيما يحسنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فكل من يحسن آية يستطيع أن يبلغها لا بد أن يبلغها إلى خلق الله عز وجل، حتى تعم دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو دين الإسلام العالمين جميعا، وتصبح الأرض معبدة لله تبارك وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اهدنا إلى الطريق المستقيم. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا ورد غائبنا، واهدنا إلى الطريق المستقيم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم مكن لدينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقم الصلاة.